النهارده الحزب واقف بيقول للناس انه من حقنا ان ما ينفعش الكهرباء والزباله علشان دي خدمات لا تؤديها الدوله. انا طالع من صلاه الفجر والله العظيم شامم ريحه زباله، الواد ابني كان هيرجع والله. طول ما احنا الزباله مرميه في الشارع بياخدوا 3 جنيه على فواتير كهرباء. كل يوم بيقطعوا الكهرباء ساعه او ساعتين. النهارده قبل الفطار قطعوها 4 ساعات عن عزبة الصعايده في البلد عشان ندفع فواتير وهنصعد الموضوع. بعد كده قال لك لا الشركه منعتها، الشركه منعتها يعني هم يعني الفلوس دي بتحصلها وفي الاخر ما بت جمع الزمامه دي مسؤوليه الاجهزه التنفيذيه، خاصه ان المواطنين بيدفعوا رسوم، وبالتالي احنا بنطالب بان العقود بتاعت الشركات المسؤوله عن جمع القمامه تعلن امام المواطنين، وان مش ممكن تبقى الحل ان المواطنين هم اللي يجمعوا القمامه، الحل ان الاجهزه التنفيذيه تقوم بدورها مش المواطنين اللي يعملوا ده. احنا هنا كلنا هنا المحلات كل واحد يمكن عنده كبايه يدفع 1000 جنيه، اللي احنا نمسك الحته دي كلها ننظفها ونعمل فيها زي شجر وبتاع ونبلطها وبتاع، وحتى لو هنجيب واحد يقعد ما يخليش حد يرمي وندفع كل حتى اللي يقعد هنديله حتى في الشهر بتاع 2000 جنيه ونلم مننا والمحلات كلها. طب وايه المشكله طيب؟ المشكله مش عارفين حد، مش عارفين نكلم حد، كل اللي جاي يقول لك بكره هنعملها بكره هنبعته والكلام ده بيتساعد. الموضوع ده بيجيب صدى اكبر من ان احنا نقف ونقطع طريق. لو رسيت في الاخر ان احنا نروح نرمي الزباله في بيت المحافظ لو رسيت ان احنا محافظه الجيزه دي تبقى هي مقلب الزباله الرسمي بالظبط، انا مستعد شخصيا يا عم نشيلهم كلنا نشيل نوديها قدام. بنصلي صلاة الفجر ونلاقي الزبالة هو ما بيشيلهاش، ده بيحطها في الصندوق ويسيبها ويسيب الريحة معفنة واحنا بنصلي.